السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا على خير إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. نتمنى يعجبكم المحتوى ونتمنى تدعموني بلايك فضلا منكم وفرجة ممتعة. نقول بسم الله. غدا نحضر 3 ديال الشكيلات ديال الحلوى دوازاتي من عجينة وحدة، سهلة في التحضير، كتجي رطبة كتذوب في الفم ديال تحميرة الوجه، ولكن سهلة في التحضير ماشي في المكونات. اختي راكي غادا تشريهم كاملين ان شاء الله. نقول لك المقادير باش اللي ما عندكش غتخرجي تشريه. رشه ديال الملحه، 4 ديال الزبده، كاس ديال السكر، 2 كيسان ديال الزيت، 2 بيضات. بالنسبه للنكهه غادا ندير النكهه ديال الناطا، وواحد ساشي ديال الفلو بالنكهه ديال الكراميل. خميره الحلوى الوزن 8 غرام، الدقيق على حسب الخليط، والبوطه الفران تكون عامره. كنجيبو القصريه كنديرو فيها رشه د الملحه، كنديرو فيها الزبده والكاس ديال السكر، كنخلطو داك السكر مع الزبده مزيان، وراه ما غاديش يذوب الا ما زدتيش هذاك الزيت شويه بشويه حتى تكملي الكيسان بجوج. ومالكم اختي زقرامات ومالكم اختي بخيلات كتدخلوا لهاد الفيديوهات هازين صناد لكم في يديكم، يلا كتكتبوا تعليق حتى ديك لايك كتنساو الفيديو ما كتفرجوش فيه حتى دقيقه حتى ثانيه، وغادي كتجريو. مالكم اختي شنو تابعكم؟ ما فيها بس اختي الا صبرتي واحد 3 دقائق تفرجي في الفيديو باش تحسبوا لنا اليوتيوب وديري لايك وتصلي اعلان به في التعليقات، راه كيما دونتي تودان. المهم ما رابحينش حنا موانسين. كنخلط الخليط كامل حتى كيولي على شكل بوماد، وعاد كنضيف النكهه ديال الناطا اللي درت 4 معالق، وساشي ديال الفلو النكهه الكراميل اللي قلت لكم، وعاد ندير 2 بيضات. نخلط هذا الخليط مزيان، وغادا نضيف ساشي ديال الخميره الوزن 8 غرام، والدقيق على حسب الخليط. غادا نجمع العجينه وما نعركاش، واهم حاجه هي تخليها خفيفه على الصابلي بشويه، حيت غادي نزينوها في خطره واحده وندخلوها الفران، ماشي نطيبوها وملي تخرج من الفران عاد غادا نزينوها في خطره واحده وندخلوها الفران. خاص العجينه تكون خفيفه قلت لكم على الصابلي باش ما نحتاجوش نديرو بياض البيض باش يلصقوا المكونات اللي غادي نديرو. جمعت العجينه خليتها ترتاح شويه، مشيت غسلت يدي وشعلت الفران وجدت اللاطه وجبت الزلجلان راه خضر ما محمرش، وكناخذ شويه ديال العجينه وكنديرها على شكل كويرات. عينكم ميزانكم، ما ديروهمش كبار حيت راه فيها الخميره وكتفيض في الفران. خديت القياس اللي بغيت كنكورو وكنقرصو هكا بالجلجلان وكنحط في اللاطه. داكشي قلت لكم العجينه خصها تكون خفيفه شويه باش ملي كنحطو على اي نوع ديال البوطور راه كتهز. حطيتيها على الزلجلانه تهز، على الكاوكاو وعلى الشكلاط علاش ما حطيتيها غادا تهز. المهم ملي غادا نكمل هاد الكميه اللي عندي ديال الزلجلان غادا نجيب زريعه الكتان اللي حتى هي منقيه من العويدات وممسوحه وما تكونش محمره، وتي ندير لها نفس الطريقه. كناخذ كميه ديال العجينه كنديرها كويرات كنقرصها كنحطها في اللاطه. ملي غادا نكمل غادا نشد هاد اللاطه ندخلها الفران ونكمل معكم المراحل الاخرى. والله لا في حقيقه حنا راه كنعيا وعرفتي هاد الهضره شحال مره قلتها وعاودتها يلا ماشي مشكل. اللاطه الاولى وجدات غادا نديها الفران. قلت لكم العافيه كتكون غير من التحت وغير متوسطه، حتى الا درناها من الفوق غتولي بحال شكل غريبه غادا تفقع، وانا ما بغيتهاش تفقع، بغيتها طيب غير من التحت وتشمع من الفوق وكتجي رطبه شهوه منها. غنكمل هاد الكميه ديال زريعه الكتان، وغادا نجيب الكاوكاو البلدي هذاك الاحمر الصغيور، وغادا نحمرو ونطحنو غير في الهاشوار باش كيبقى هكا غليظ شويه. حتى هو غادا ندير نفس الطريقه، كناخذ العجينه نديرها كويرات ونحطها في الكاوكاو ونحطها في اللاطه حتى غادا نكمل هاد الكميه اللي عندي الثانيه. كانت اللاطه الاخرى طابت خرجتها نطيب اللاطه الثانيه، وملي طيبتها هي غادا نطيب اللاطه الثالثه. راح حتى هاد الكميه دارت ليا 3 ديال اللاطات، وملي طابو خليتها حتى بردت. ما تقربيش ليها وهي سخونه، حتى بردت. لا قربتي ليها وهي سخونه راه كلها غادا تهبط لك في يديك. ما تقربيش ليها حتى تبرد على خاطرها. وعاد جبتها وستفتها هكا بالطبيصلات. كان هذا هو الشكل النهائي. نتمنى اقتراح اليوم يعجبكم ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. دوم محبه والعشاء بيناتنا. كنتمنى التوفيق للجميع. تبقاو على خير وبسلامه عليكم.